وينضم إلينا للتعليق على استعدادات جامعة القاهرة لخطاب الرئيس المنتخب اليوم الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة. صباح الخير دكتور حسام. صباح النور يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني بالتأكيد استعدادات تجري على قدم وساق في جامعة القاهرة لاستقبال هذا الخطاب التاريخي للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي. لو تضعنا في الأجواء اليوم في جامعة القاهرة دكتور حسام والاستعدادات. هي طبعا حضرتك أجواء احتفالية، وزي ما حضرتك عارفة بعد ما سيادة الرئيس هيقسم القسم في محكمة دستورية هيجي على جامعة القاهرة لإلقاء هذا الخطاب الهام. قبل ما يتفضل سيادته بدخول القاعة سيستعرض حرس الشرف، وثم سيلقي الخطاب. المدعوين طبعا من كل فئات المجتمع، في أكثر من 3000 واحد والقاعة مش مفضية، سواء من أعضاء مجلس الشعب والشورى، المحافظين، رؤساء الجامعات، الوزراء، السفراء، ممثلي الكنيسة، ممثلي الأزهر، يعني كل فئات الفنانين، الكتاب، كل يعني فئات المجتمع موجودة معنا إن شاء الله. طبعا احنا في جامعة القاهرة سعداء جدا باختيار جامعة القاهرة لهذا الحدث التاريخي، ويعني نأمل إن شاء الله إنه يمر بإذن الله في أجواء احتفالية وعلى خير بإذن الله. نعم دكتور حسام، يعني ماذا بشأن الامتحانات التي من المفترض أنه كانت مقررة اليوم على بعض الطلاب في بعض الجامعات في يعني بعض الكليات في جامعة القاهرة؟ الامتحانات عندنا كليتين فقط هم اللي تأثر فيهم امتحانين، كلية الآداب وكلية الحقوق، لأن هم دول اللي موجودين على المدخل. إنما جميع الكليات الأخرى اللي هي موجودة خلف القاعة الكبرى دي الامتحانات شغالة فيها بدون مشكلة. الامتحانات احنا يعني في كلية أجلتها لبعد الساعة 4، وفي كلية فضلت إنها تعملها في يوم الخميس الثاني إن شاء الله. نعم، يعني دكتور حسام الرئيس المنتخب الدكتور مرسي هو بالأساس أستاذ جامعي، وطبعا يعني درس في الولايات المتحدة الأمريكية وينتمي إلى المنظومة التعليمية الجامعية. يعني كيف تتوقع خطابه، وأيضا يعني ما هو إحساس أستاذ جامعي رئيس جامعة القاهرة الدكتور حسام كامل بالخطاب الذي سيلقيه أستاذ أيضا جامعي هو الدكتور محمد مرسي؟ هو طبعا حضرتك يعني أنا في اعتقادي أن هذه ليست مناسبة أكاديمية، هذه مناسبة قومية. نعم. وبالتالي أن يكون الخطاب موجها إلى كل فئات الأمة وليس خطابا يعني موجها إلى الأكاديميين فقط. إنما أنا أعتقد طبعا أنه سيادة الرئيس باعتباره خريج هذه الجامعة، جامعة القاهرة، وانه هيبقى طبعا سعيد بالتواجد في الجو الجامعي ما بين الزملاء ان شاء الله. نعم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة. طبعا